الطاقة السلبية وازاي تغلب عليها في 12 خطوة. هما كتير بس معلش مع طاقة سلبية بقى. أعراض أصلا وجود الطاقة السلبية إيه؟ مزيج من الأعراض الجسمانية والأعراض النفسية، شكوى من الآلام زي الصداع والآلام بتاعة المعدة في معظم الأوقات ودون وجود سبب معين. كل الناس عندها الكلام ده. رقم 2 التشاؤم الدائم والمفرط وتوقع الأسوأ دايما. رقم 3 الشعور بالضيق والإحساس بالتعب وعدم القدرة على ممارسة أي عمل أو نشاط. رقم 4 الرغبة الدائمة بمتابعة الكوارث والأحداث السيئة وأخبار الحروب. بوم بعيد عنكم. 5 كثرة توجيه النقد للآخرين وإلقاء اللوم على الآخرين بشكل دائم في الكوارث اللي أنت بتهببها. 6 عدم القدرة على السيطرة على الأحداث اليومية زي العصبية الزايدة، طبعا الاندفاعية، التقلبات المزاجية. 7 الميل لعيش دور الضحية، إنه يعيش دور الضحية، مصر كلها تقريبا. 8 التفكير الدائم بالأشياء الناقصة وعدم التفكير بالنعم. طيب علاج الطاقة السلبية بقى، أول حاجة تجنب الأشخاص السلبيين أصلا والابتعاد عن القعاد معاهم قدر الإمكان والتقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اعتزل ما يؤذيك. رقم 2 معرفة الأفكار السلبية اللي أنت بتدخلها لنفسك والتخلص منها واستبدالها بأفكار إيجابية. رقم 3 عدم التفكير بالماضي السيء، لأن الماضي لن تستطيع تغييره، والماضي ده كان كله جراح ويجب فقط إن احنا نتعلم منه مش نعيش فيه، لأنه هيأثر على الحاضر والمستقبل وهيجيب طاقة سلبية معاه. 4 ممارسة الروحانيات زي الصلاة، ذكر الله، التأمل اللي هو المديتيشن باستمرار، والتركيز واحنا بنمارسها نحو الأحداث الجيدة الكويسة والنعم اللي ربنا أنعمها علينا، وده بيبعث الأمل والتفاؤل وبيولد طاقة إيجابية لاستمرار الحياة. رقم 5 الاحتفاظ بابتسامة دائمة. ليه؟ لأنها بتساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء وبتقلل الشعور بالقلق والتوتر وبتطرد الطاقة السلبية. رقم 6 تحط أهداف قليلة محددة في الحياة تكون مناسبة لإمكانياتك في الزمن الحالي وإنك تركز على تحقيقها، وفي الطريق هتحقق أحلامك في المستقبل بإذن الله، لأنك كل ما بتحقق أهداف صغيرة بتتشجع إنك تكمل. رقم 7 العمل باجتهاد وجد والاقتناع بمقولة إذا كنت لا تفعل ما تحب فحب ما تفعل حتى تفعل ما تحب، علشان تتجنب النكسات في الحياة اليومية اللي هي بتجيب طاقة سلبية، إنك كل يوم تندب وتشتم وأنا مش قادر ومش حابب الشغل. استمتع باللحظات اللي أنت عايشها عشان تقدر تكمل حياتك لحد ما توصل للي أنت عايزه ونفسك فيه. رقم 8 عدم توجيه النقد للآخرين بشكل مبالغ، لأن ده مش هيفيدك، هيستنزف طاقتك الإيجابية، والتركيز على تحسين نفسك أنت وتنمية قدراتك، لأن أنت الأهم. رقم 9 عدم الانغماس التام في أجواء العمل والروتين وتغيير نمط الحياة. لازم أعمل جانب من حياتي للترفيه والهوايات المحببة ليا، يعني ساعة ساعتين في اليوم كل يومين أو على الأقل مرتين في الأسبوع حسب كل شخص، زي ممارسة التمارين الرياضية باستمرار أو الرسم أو القراية، لأنها بتعزز الطاقة الإيجابية في الجسم. رقم 10 التخلص من الأشياء الموجودة في البيت أو الشغل اللي بتسبب الطاقة السلبية. تقولي هنتخلص من زمايلي؟ لا لا مش كده. من الأمثلة اللي احنا بنقولها الحاجات اللي انت ما بتستخدمهاش واللي غالبا منتشرة في كل مكان في البيت أو الشغل وانت مش عارف ترتبها، اتخلص منها وارميها. الحرص الدائم على تنظيف البيت من الغبار والأتربة، بالإضافة إلى غيرها من الأشياء اللي بتسبب شعور بطاقة سلبية كبيرة زي الهدوم، الحاجات المنطورة في كل مكان مش في مكانها. ترتيب البيت هو البداية انك ترتب حياتك كلها، لو مش قادر ترتب بيتك مش هتعرف ترتب حياتك. 11 التعرض لأشعة الشمس والهواء قدر الإمكان. البيت ده للنوم، اخرج عشان تنجح وتكبر تعمل مستقبل. الحرص على تجديد هواء البيت بشكل دايم لأنها بتولد الطاقة الإيجابية. رقم 12 أخيرا الاستمرارية وتكرار كل الخطوات اللي احنا قلناها على طول فترة طويلة، والاقتناع ان كل نجاح بيحتاج الاستمرارية وصبر، وانت لو فشلت مرة في التغلب على طاقتك السلبية تنجح المرة الجاية صدقني. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، استنى الفيديو الجاي، والسلام عليكم.